هوريكم اسهل وابسط طريقه لتخزين الكرنب بيقعد عندنا بالسنه، وكمان عشان رمضان سهله وبسيطه ومن غير غلبه كتير. كمان هوريكم طريقتين لسلق الكرنب. دلوقتي هنجيب الثوره بتاعتنا ونفرغها من النص. واول طريقه ان انا باخد ورقه انزلها في ميه سخنه بكمون وشويه ملح، دي لو انتي مبتدئه، واول ما تطرى كده وادوس عليها احسها عامله زي القماشه بتطبق في ايدي، تبقى هي كده اتسلقت. او الطريقه التانية ودي الاسهل والاحب لقلبي، حله كبيره وبحط الكرنب بعد ما فرغتها 3 دقايق على الوش ده و3 دقايق على الوش ده، وبعد كده ببدا اشيل ورقه واحطها في مصفى واحط عليها ميه ساقعه عشان توقف السوى. عندي خلاص الكرنب دلوقتي بقى عامل زي القماشه كده زي ما انتم شايفين وطري. باخد الورقه واطبقها واشيل العرق التخين اللي في النص ده، بقت عامله زي حته القماشه كده. هلفها رول وابدا اقطعها حجم الصباع اللي انا عايزاه. انا بحبها على قد حجم الاربع صوابع، بتبقى مناسبه جدا. عايزاه طويل قصير براحتكم بقى، وبيبقى عندي الرول ده. قدامك حلين، يا اما